هنعمل مع بعض البوريك التركي بالجبنة، بس بقى بطريقة سريعة جدا وسهلة، من غير بقى عجن ولا تشكيل عجينة. مش بياخد دقايق في التحضير، وحشوة خطيرة، وبيبقى مقرمش كده من بره وطري من جوه ومورق وخطير. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي. الحشوة معايا 1.5 كوباية من الجبنة الموتزاريلا، واختياري انا زودت من عندي نص كوبايه من الجبنه الرومي عشان تخلي الحشوه ليها طعم شويه، وهنزود نص كوبايه من اي نوع جبنه بيضه بنحبها، ممكن جبنه فيتا، ممكن لبنه. انا ضفت جبنه كريمي وقلبتهم مع بعض كويس جدا. تقدروا بقى تحطوا اي اضافات عليها، زيتون مخلي، تحطوا بقدونس زي ما تحبوا. انا ما حبيتش اي اضافات وسبتها كده زي ما هي. هنجيب 3 معالق كبار من الزبده السايحه، عليهم 3 معالق كبار من الزيت، وهنقلبهم مع بعض. ودول بقى اللي هندهن بيهم ما بين الورقات. عندي بقى لفه من الجلاش، اهم حاجه وانا بشتغل فيها ان انا اغطيها كده بفوطه نظيفه علشان الورق ما ينشفش معايا. هجيب بقى بايركس وهبتدي ان انا ادهنه كده بالخليط بتاع الزيت والزبده، وهجيب ورقتين مع بعض. ولو البايركس صغير على الورق عادي جدا هتتنوه كده بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده هتدهنوا برضو الورقتين دول كويس جدا بالزيت والزبده، يعني احنا ما بين كل ورقتين بندهن بخليط الزبده والزيت. بعد كده بقى هحط الورقتين التانيين، بس هخلي التانية من الناحية التانية، يعني بخلي التانية مرة على اليمين ومرة على الشمال علشان يبقى متناسق وحلو. بخلص نص كمية الورق بنفس الطريقة، وبعد كده هبتدي ان انا اوزع الحشوة كده كويس جدا، واهم حاجة ان انا اضغطها كويس قوي. وبعد كده هبتدي احط باقي ورق الجلاش بنفس الطريقه ما بين كل ورقتين برضو بدهن، واخر ورقتين ببتدي ان انا اتني الورق لجوه علشان عايزه السطح يبقى مستوي والشكل النهائي يبقى حلو. وهدهنه كويس جدا وبسكينه حاميه وبالراحه قوي هبتدي ان انا اقطعه. واهم حاجه السكينه تكون حاميه علشان الورق ما يتبهدلش معاكم. وانا بكون مشغله الفرن من قبل ما ابدا خالص على درجه حراره 200، بحطه على الرف الوسط وهو في الفرن. هنجهز بقى كوبايه من اللبن، عليها بضايه ورشه من الملح والفلفل الاسود، وهقلبهم مع بعض كويس جدا. وده بقى اللي هنسقي بيه الجلاش. يعني بعد ربع ساعه تقريبا لما ياخد لون ذهبي خفيف كده من فوق بطلعه من الفرن، وابتدي بقى اسقيه بالخليط اللي احنا لسه عاملينه مع بعض. ده بقى هيخليه طري من جوه ومورق وحلو قوي. ورشه كده من حبه البركه لو مش حابين خلاص، بس بجد بتدي طعم حلو قوي. هدخله الفرن تاني برضو على الرف الوسط. اول ما يبتدي ياخد بقى لون ذهبي كده من الجوانب ومن فوق، هفتح له الشوايه علشان ياخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. مش قادره اوصف لكم الريحه عامله ازاي. هبتدي بس اعيد تقطيعه بالشكل ده. اسمعوا معايا القرمشه، خطير يا جماعه. والحشوه كانت رهيبه. اديكم شفتوا قد ايه هو سهل وبسيط. وزي ما قلت لكم في بدائل مختلفه للجبن، وكمان تقدروا تضيفوا زيتون او بقدونس. في اي حاله طعمه هيبقى حلو جدا. كان مقرمش من بره وطري ومورق من جوه زي ما انتم شايفين كده. جربوه، انا واثقه جدا ان هو هيعجبكم. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، واشوفكم على خير في فيديو جديد.